البقر الأحمر يصل إسرائيل، فمتى يبدأ هدم الأقصى وبناء الهيكل وظهور المخلص؟ جاءني مقطع فيديو من عشرات الأشخاص يتحدث عن جلب 5 بقرات حمراوات أحضروا من ولاية تكساس الأمريكية إلى مطار بن غوريون، ومن ثم أخرجوا إلى حيفا وتم وضعهم في الحجر الصحي. وعقد في المطار مؤتمر صحفي استمر لأكثر من ساعة تكلم فيه أكثر من شخص مسؤول عن مشروع البقرات الحمراوات وكثير من الحاخامات، وكان مختصر الحديث أن هذا المشروع أي مشروع البقرات الحمراوات مقام منذ سنوات وأنفق عليه ملايين الدولارات، وأنهم حصلوا على بقر لم يشهدوا مثله من 2000 عام، وأن وصول هذه البقرات حدث عظيم ومقدمة لأمرين: الأمر الأول هو بناء الهيكل، والأمر الثاني هو ظهور المخلص. هذا ما ذكره الشيخ خالد المغربي أحد خطباء المسجد الأقصى في حديثه عن الاهتمام اليهودي الأعظم والأهم والمشروع الأبرز، وهو البحث عن بقرة حمراء. فولادة البقرة خالصة الإحمرار في إسرائيل يرجع أصله لاعتقادهم بأنه قبل 2000 عام وفي حقبة المملكتين الأولى والثانية تم مزج رماد بقرة حمراء صغيرة ذبحت في عامها الثالث وجرى خلط دمها بالماء واستخدم في تطهيرهم، وقبل ذلك قد جرت تضحية ببقرة حمراء في زمن الهيكل الأول ب8 بقرات في زمن الهيكل الثاني، وأنهم يستعدون لمرحلة الهيكل الثالث المرتبطة بولادة البقرة العاشرة الحمراء. وحسب المزاعم أنه بمجرد ظهور تلك البقرة سيأتي ميعاد نزول ما يسمى بالمخلص، ويتم بناء الهيكل الثالث على أنقاض المسجد الأقصى، ثم يتم ذبحها كأول أضحية داخل هذا الهيكل ليصبح الشعب الإسرائيلي مهيئا للدخول إليه. يعتقد الحاخامات أن ميلاد بقرة حمراء على أرض فلسطين المحتلة علامة من الله عز وجل للبدء في طقس التطهير على حد زعمهم، وببلوغها 3 سنوات يبدأ العمل لهدم الأقصى وبناء هيكل سليمان. ولهذا تهللت إسرائيل عندما ولدت بقرة حمراء قبل سنوات في حقل صغير في قرية كفر حسيديم، والتي تقع بجوار مدينة حيفا، وأسموها ميلودي. وقال إنها أول بقرة حمراء ولدت في فلسطين المحتلة منذ أن هدم الهيكل على يد تطيس الروماني في عام 70 ميلادي. أحاطت إسرائيل البقرة الحمراء بحراسة مشددة، ووفروا لها رعاية أكبر الأطباء البيطريين في العالم، واقترن بلوغ تلك البقرة الثالثة من عمرها باقتحام رئيس الوزراء الراحل أرييل شارون المسجد الأقصى مدججا بالسلاح والجنود بداعي فشل مفاوضاته مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في كامب ديفيد، إلا أنه ساد شبه إجماع في إسرائيل على أن اقتحام شارون للمسجد الأقصى جاء بحجة زيارة جبل الهيكل، وهو ما أعطى الشارة لاندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي شهدت استشهاد نحو 4500 فلسطيني و48,000 جريح. أما الخسائر في جيش الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى 330 قتيل، ومن المستوطنين 730 قتيل و4500 جريح، وتدمير أكثر من 50 دبابة ومدرعة إسرائيلية. وبقيت البقرة التي تسببت في اقتحام شارون للمسجد الأقصى واندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية تحت حراسة مشددة لمدة 24 ساعة يوميا، ولم يتم ذبحها رغم أن عمرها تعدى 5، لأن الفاحصين وجدوا قليلا من الشعر الأبيض في ذيل تلك البقرة بعد بلوغها 2 عام. وحث بعض الحاخامات على استخدام تلك البقرة للإنجاب لعله يخرج من صلبها بقرة حمراء خالصة، حيث جاء في التلمود أن البقرة لابد أن تكون حمراء تماما ليس بها أي تموجات، والنص يقول حمراء صحيحة لا عيب فيها، وحتى وجود شعرتين سوداوين على ظهرها يجعلها لا تصلح لأن تكون بقرة مقدسة تفي بهذا الغرض. فمواصفات البقرة الموعودة في إسرائيل أن تكون حمراء تماما، وألا تكون قد حلبت من قبل أو استخدمت في عمل من حمل أو حرث، وأن تكون خالية من العيوب الخارجية والأمراض الداخلية، وأن تكون صغيرة السن. لهذا يطلقون عليها البقرة الصغيرة الحمراء. وعن كيفية التطهر بالبقرة الحمراء،
في معتقد الشعب الإسرائيلي فيتم حرق البقرة بطقوس وأدوات معينة على شجر الأرز الذي يجلب من لبنان، ويستخدم رماد البقرة الحمراء في تطهير اليهود، بدءا من الكاهن الذي يغسل ملابسه ويغتسل هو برمادها، لاعتقادهم أن اليهود جميعا غير طاهرين، ويتولى هذه المهمة الكهنة ليتسنى الدخول إلى أرض المسجد الأقصى الهيكل بزعمهم، لأن اعتقاد أغلب الحاخامات أن دخول أي إسرائيلي إلى باحات المسجد الأقصى يعد خطيئة وأمرا محظورا من غير أن يتم التطهير برماد البقرة الحمراء. ويتناول كتاب مدخل إلى دراسة التلمود للدكتورة ليلى إبراهيم أبو المجد أحكام البقرة الحمراء التي يحرق رمادها بغرض إعداد ماء الخطيئة، وهو الماء التي يؤتى به من نهر وينثر عليه من الرماد الناتج عن حرق البقرة الحمراء، ويستعمل في التطهر عن طريق لمس جثة ميت، فينثر من هذا الماء على الشخص النجس في اليوم الثالث والسابع. وهنا علينا تذكر سورة البقرة التي تتحدث عن النبي موسى عليه السلام وقومه، وكيف تعامل قومه مع أمره لهم بذبح بقرة. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. برأيك هل اقتربت إسرائيل من الوصول إلى البقرة الحمراء؟ مشاهدينا الكرام، لا تنسوا إبداء آراءكم في التعليقات. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.